الآن يتم استهداف نستمع إلى أصوات الانفجارات هنا في هذا الموقع. ارز لتحت الاشتباكات التي تتواصل منذ أكثر من 3 ساعات متواصلة. كبركان هائج انفجر بوجه الغرب وأذنابهم. بوتين يضرب الطاولة غاضبا مهددا عجوز البيت الأبيض: سنحاصركم شرقا وغربا، العرب والمسلمون إخوتنا، والاقتراب منهم خط أحمر. اتركوا الأطفال والنساء ولتذهبوا للقتال رجلا لرجل. هكذا أعلنها القيصر الروسي بوجه العالم كاملا. فما الذي جرى؟ وما هي الرسالة التي وجهها للمقاومة الفلسطينية؟ وبضربة روسية جاءت كصاعقة على رأس سوناك، سلاح بريطاني فتاك يحترق لأول مرة في أوكرانيا، وزيلينسكي يقف حزينا ويصرح: أين دعمكم العسكري؟ لماذا نسيتم بلادنا تحت نيران بوتين؟ المعارك تشتد، وتقدم روسي سري يقترب من حدود كييف، وكأمطار تتساقط من السماء القيصر الروسي يضرب بأسلحة محرمة دوليا مكتب الرئاسة الأوكراني. وبعد وصوله تل أبيب، وزير الخارجية البريطاني يخبأ في الملاجئ، وغضب مغربي يشتعل لأول مرة بوجه الاحتلال، وأردوغان يوجه خطابا قاسيا لأول مرة. فما الذي سيجري؟ رسالة بوتين للمسلمين. بعد الاتفاق الذي ساد العلاقات الروسية السعودية، وبعد التوائم في القرارات بين البلدين فيما يخص تخفيض حجم الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك وروسيا معا في آن واحد، إلا أن بوتين يبدو أنه نما لعلمه مساعي الغرب للتدخل بينه وبين السعودية، حيث إن اتفاقهما معا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يرغب بوتين به بهدف عقاب الغرب لدعم كييف وتخطي الخطوط الحمراء في مسألة دعمها. وقال بوتين في معرض حديثه عن السعودية حين يقول السعوديون لوزير الطاقة الروسي في اجتماعات أوبك: هذا القرار أفضل من هذا. أقول لوزير الطاقة: هيا بنا نوافق على ما يقولونه، لأن السعوديين لا يخدعون ولا يغشون، والعلاقة بين روسيا والسعودية مبنية على ذلك. وفي رسالة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تل أبيب: اتركوا الرجال للقتال، أعيدوا النساء والأطفال إلى بيوتهم، لا حاجة لكم بهم. إن كنتم ترغبون بالقتال فعليكم النزول لساحات القتال ومبارزة الرجال، واتركوا النساء والأطفال. رسائل بعث بها بوتين بعدما تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للعديد من النساء والأطفال قامت قوات الاحتلال بأسرهم أثناء عملية مداهمة قطاع غزة، وذلك بعدما قامت فصائل المقاومة بشن هجوم موسع السبت الماضي على تل أبيب راح ضحيته نحو 1200 مستوطن إسرائيلي. كما وصف سياسة الاستيطان الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة، مشددا على ضرورة أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر. وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي إن القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما، موضحا أنه خلال إنشاء الكيان كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا. وأبدى الرئيس بوتين استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة، مؤكدا أنه من الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة بل البحث عن حلول وسط. وقال بوتين إن بعض الدول لم تعد ترى جيرانها بل لم يعودوا يخشون شيئا ولا يرضعهم سوى البحث واللهاث وراء مصالحهم ومطامعهم. وفي أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة من طراز S-90 بريطاني الصنع تابع للقوات الأوكرانية. واستخدم الجيش الروسي لتدمير المدفع ذاتي الحركة S-90 الطائرة المسيرة لانسات. وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم إحباط 10 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، كما جرى تصفية نحو 900 جندي أوكراني على مختلف الجبهات خلال 24 ساعة الماضية. هذا وجابت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع مصورة لامتلاء سماء كييف بالقذائف الروسية الحارقة، ما يبعث برسالة مفادها أن بوتين يستعد بكل ما أوتي من قوة لتدمير أوكرانيا عن بكرة أبيها،
في الوقت الذي تعاني فيه الدول الغربية والناتو معضلة دعم كييف. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا في بروكسل مؤخرا من أجل الوصول إلى صيغة يتم من خلالها دعم كييف في هذه الحرب، حيث أبرزوا مدى عدائيتهم الصارخة لروسيا نتيجة استمرار الحرب، إلا أن تقارير تشير إلى أن هذه الاجتماعات لم تفضي إلى شيء، وذلك نتيجة إملاء بعض القرارات من الغرب بمناقشة دعم تل أبيب بديلا عن أوكرانيا. وعلى إثر دعم تل أبيب وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهاماته للإدارة الأمريكية، حيث اتهم أردوغان الغرب بتصعيد للتهديدات في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أردوغان أن الولايات المتحدة بهذه الخطوة تسعى لمذبحة لقطاع غزة، حيث بوجود هذه الأسلحة الأمريكية الثقيلة باتت تل أبيب لديها صلاحيات استخدام قواتها بشكل كامل ومن دون أي محاذير. وفي سياق متصل، حيث وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ضمن وفده في زيارة يجريها لمستوطنة أوفاكيم، وفجأة دوت صافرات الإنذار فهرب مع حشود مرافقيه والمصورين للاحتماء بمبنى. وفي الواقع لم يكن دوي صافرات الإنذار مفاجأة في ظل السياق الملتهب الذي وصل فيه وزير الخارجية البريطاني إلى إسرائيل ضمن زيارة تضامنية في إطار الحرب الجارية. وفي بيان سابق قالت وزارة الخارجية البريطانية إن كليفرلي وصل إلى إسرائيل لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية. وفي مقطع فيديو تداوله بإسهاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الوزير ضمن وفد يضم مرافقيه ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارته لأوفاكيم جنوبي إسرائيل. وبعد حالة التقارب وتطبيع العلاقات بينهما، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في اجتماع وزراء الخارجية العرب إن الوضع المتأزم يسائل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية. وأكد بوريطة أن المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام، كما لا يمكن بأي حال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية للقضية من انسداد الأفق السياسي. كما ندد بشدة بالاقتحامات المتكررة التي يقوم بها الكيان، منوها بأن المغرب تطرح بذل الجهود لحقن الدماء ووقف العدوان على غزة. هذا وصدت وحدات من مجموعة قوات الجنوب التابعة للجيش الروسي على محور دونيتسك بالتعاون مع الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة كليجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي خلال 24 ساعة الماضية بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 165 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات عسكرية. بالإضافة إلى ذلك في منطقة نوفو ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودع ميداني يحتوي على ذخيرة للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. كما أعلنت الدفاع الروسية في بيانها دمرت الوحدات الروسية قوى عاملة ومعدات تابعة للواء المجوقل 82 واللواء الآلي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 80 جنديا أوكرانيا ودبابة ومدافع هاوتزر دي 30 وإم 46. ونتيجة للقصف بلغت خسائر العدو على مدار اليوم في اتجاه خيرسون أكثر من 50 جنديا أوكرانيا و12 مركبة وتدمير مستودع للصواريخ وذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دافيتوف برود في خيرسون. وأكدت الدفاع الروسي أنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء الميكانيكي 67 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك الفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق سيربريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوداروفكا في مقاطعة زاباروجيا. وفي سياق متصل أفاد مراسل نوفوستي أن الاستطلاع الجوي اكتشف باستخدام طائرة بدون طيار خلال مراقبة منشأة عسكرية في خيرسون أن العديد من العسكريين الأوكرانيين خرجوا من المبنى واستقلوا سيارة تويوتا رباعية الدفع مدرعة مع قافلة من عربة المرافقة توجهت نحو المنطقة الصناعية في خيرسون. وبعد تحديد أحداثيات المنطقة التي سيتم فيها استهداف الهدف المتحرك تم إطلاق النار وإصابة السيارة بأول قذيفة إصابة دقيقة،
ولاحقا تم تلقي معلومات تفيد بأن السيارة ذات الدفع الرباعي المدرعة التي تعرضت للإصابة كانت تضم ضباطا رفيعي المستوى من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.